لو انت حاسه ان انت خلاص طاقتك كلها راحت ومبقاش عندك ولا شغف ولا طاقه ولا اي حاجه، مش قادره حتى تجري وتتعاملي مع الناس تاني زي الاول، فالفيديو ده ليكي. خلونا نبدا. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هقولك على حاجات مهمه جدا تعمليها لو انتي شخص فاقد الشغف الفتره دي، او لو انتي حاسه ان خلاص الدنيا كلها اتقفلت في وشك وان انتي مش عايزه تعملي اي حاجه ولا قادره حتى تتعاملي مع البشر تاني. الحاجات اللي انا هقولها لك في الفيديو ده لو استمريتي عليها لمده شهر 30 يوم بالظبط، اوعدك ان طاقتك تاني هترجع وشغفك هيرجعوا تاني ومش هتفقديهم بعد كده بسهولة وبالبساطة دي. فهقولك على أول حاجة وأهم حاجة. أكيد في حياتك في ناس بتصرفي عليهم طاقة كتير. الشخص اللي انتي بتقعدي تديله طاقة واهتمام ووقت ومجهود، اوكي، ومش بيبادلك بنفس الحاجات، مش شرط يكون بيبادلك مشاعر حب يعني، بس اقصد ان مش بيديكي نفس المشاعر او مش بيقدر المشاعر اللي انت بتديها له وبيديكي قصادها مثلا اهتمام وحب او مواقف تانية او ان هو يهتم بتعبك او اي حاجة. الناس دي بجد بجد ابعدي منهم. ليه تبعدي منهم؟ انت عندك طاقة، اوكي، انا مثلا عندي 40%. لما باجي ادي لواحدة من صحابي 10% طاقة وهي شخص كويس جدا معايا وجت بدرت معايا تاني في وقت تاني بطاقة، برضو ادتني طاقة، فال10% اللي انا اديتها لها دول اخدتهم تاني في وقت تاني انا كنت محتاجاها. طيب، لو انا بدي لشخص طاقة، لو انا عندي 40% والشخص ده انا اديته 10% من الطاقة اللي عندي، جيت بعدها اديت له 10% تانيين، في 5% تانيين، والشخص ده مش بيديني حاجة. الشخص ده مش بيساندني وقت ما انا متضايقة، وقت ما انا تعبانة، وقت ما انا كارهة نفسي مش طايقة حد، مش بيديني الحاجات اللي انا بديها له. فالشخص ده تبعدي عنه، اوكي. ليه؟ لان الطاقة اللي انت تديها له ال10%، اوكي، او 20% او يا ستي 15% تديها له، اديها لنفسك يا حبيبة قلبي. اديها لنفسك، اهتمي بنفسك، شوفي الاهتمام اللي انت كنت بتديهوله اديها لنفسك. لو انت مثلا كنت بتدي الشخص ده طاقة ومجهود واهتمام، اهتمي بنفسك، ادي لنفسك طاقة. لو كنت بتسألي عليه كل شوية اسألي على نفسك، شوفي انت محتاجة ايه النهاردة. محتاجة كوباية قهوة حلوة لنفسك تقعدي تروقي كده، حتى لو وراكي الدنيا تضرب تقلب، اعملي ده. لو انت حاسة ان انت وراكي 100,000 حاجة بس انت تعبانة النهاردة، اقعدي ارتاحي. تاني حاجة هقولها لك، الشخص اللي طول الوقت عنده ظروف ومتضايق وفي اكتئاب وحياته بايظة ومشايلك الهم معاه، ده تبعدي عنه. ليه تبعدي عنه؟ تبعدي عنه في حالة ان انت الشخص ده مثلا انت متضايق من كذا، طب انا عندي حلول ليها، 1 2 3. طيب ما عملش بواحد اتنين تلاتة. طيب انت متضايق، طب خلاص ما تحلش، تعالى نطلع من الجو اللي انت فيه. وحاولتي وما طلعش او ما رضيش اصلا ان هو يحاول معاكي، انت كده حاولتي مرتين، انت كده ضيعتي طاقتك مرتين. خلاص كده ستوب. كده انت حاولتي تكوني جدعة وحاولتي تكوني السوبر هيرو اللي هيطلعهم من اللي هما فيه، بس طالما ما طلعوش معاكي، طالما ما حاولوش يحلوا معاكي، يبقى هم حابين الجو اللي هم فيه، حابين دور الضحية او حابين دور المظلومين اللي هم قاعدين حياتهم كلها بايظة وحابين يشتكوا، اوكي. دول تبعدي عنهم تماما، لان انتي كده بشكل او باخر بتحاسبي على فاتورة مش فاتورتك. يعني انتي اوريدي عندك فواتير، روحي حاسبي على فواتيرك يا بيبي، وبعد كده تعالي حاسبي على فواتير الناس التانية. وانا صوتي اتنبح وانا بتكلم عنها. انتي لازم تزودي ثقتك بنفسك، اوكي. تزودي ثقتك بنفسك وتبطلي تخافي وتتكلمي وتقولي رأيك. تبطلي تخافي من رأي الناس فيكي. رأي الناس اخر همي. وانا مثلا لبست الاوتفيت النهارده، جه حد
والاوتفيت عجبني، اوكي، انا وقفت قدام المرايه وشفت نفسي قبل ما انزل. لو جه حد بس انا حاسه ان انتي لو كنتي لبستي مثلا الحجاب لونه اصفر كان هيبقى شيك قوي. مالكيش دعوه حضرتك، مالكيش دعوه. وتفرقي ما بين صحابك بيدوكي نصيحة ان مثلا الحجاب ده كان هيبقى لايق على ده، او مثلا شكلك النهارده لو كنت حطيتي بلاشر اكتر كان هيبان. فرقي ما بين الناس اللي بيحبوكي بجد وبيدوكي نصيحة، وما بين الناس اللي هو انا حاسه ان انتي كان شكلك باهت قوي امبارح، والنهارده لما زودتي بلاشر شكلك بقى كده الطف كتير. محدش طلب رايك. الناس دي عايزه تقلل منك، اوعي تفتكري ان الناس دي بجد بتحبك وخايفه عليكي وبتديكي نصيحه. لا يا بيبي، الناس دي حابه تقلل منك قصاد الناس اللي حواليهم، او حاسه ان انتي حاسه بنفسك حلو فعايزين يكسروا ده. اوكي، فابعدي عن الناس دي. اوكي، وبعد ما تبعدي عنهم لازم تزودي ثقتك بنفسك. انا عامله فيديو كامل طويل عريض عن ازاي ان انت تزودي ثقتك بنفسك والحاجات اللي بتضيع ثقتك بنفسك. هسيبهم لك في اول كومنت، وهسيبهم لك في الاي اي اللي بتظهر الاي اي هسيبهم لك في الاي اللي بتظهر هنا، وحاولي تروحي تشوفيهم. اوكي اوكي. رابع حاجه مهمه قوي لازم تعمليها هي ان انتي تطوري من نفسك. دلوقتي بجد التعليم بقى سهل جدا. اول حاجه ان انتي ممكن تقري كتب كتير. اي حاجه انتي مش عارفاها افتحي تشات جي بي تي اساليه، بلاك بوكس اساليه. اسمعي بودكاست وانتي في المواصلات، او انتي رايحه الشغل وانتي رايحه الجامعه على طول في ودنك. في كتب كمان مسموعه على سبوتيفاي وعلى يوتيوب برضو ممكن تسمعيها لو انتي مش بتحبي القرايه، مش بتحبي ان انتي تمسكي الكتاب وتقري، فانتي ممكن برضو تسمعيهم. اتعلمي حاجات كتير، اتعلمي حاجات انتي مكنتيش متوقعاها عن نفسك ان انتي تتعلميها. روحي اتعلمي برمجه، اتعلمي الايديتنج، اتعلمي التصوير، اتعلمي لغة الجسد. على الأقل تبقي فاهمة الشخص اللي قدامك هو بيتكلم متوتر مش متوتر، الحركة دي عملها معناها ايه. اتعلميها، ممتعة. خليكي فضولية طول الوقت، طول الوقت، وفي كل حاجة خليكي فضولية. أنا بقولك خليكي فضولية. ادخلي خدي كورسات. أنا يعني مش بقولك ادخلي على مواقع كبيرة خدي كورسات بمبالغ، لا، أنا بقولك على الأقل في مواقع كتير بتاعت كورسات هتلاقي عليها كورسات المجانية. كل الابلكيشنز او كل الويب سايتس عليها كورسات مجانيه. خدي يا ستي كورسات المجانيه دلوقتي، وبعد كده لما ربنا يكرمنا نبقى ناخد كورسات تانية بمبالغ. انتوا مش تتخيلوا انا بدات منين. انا كنت صغيره قوي لما بدات الرحله دي ان انا اقعد احاول اكون فضوليه واتعلم وسيرش وبتاع. فكنت بسمع فيديو على يوتيوب لدكتوره اسمها دكتوره سمية الناصر تقريبا يعني. فالفيديو بتاعها اسمه مصفوفة القيم، لحد دلوقتي موجود على يوتيوب، لو دورتوا على يوتيوب هتلاقوه. وبصراحة هو حلو جدا وانصحكم ان انتوا تتفرجوا عليه. فانا بقولك كنت صغيرة جدا، ولما سمعت الفيديو وقاعدة بسمع الفيديو للاخر، وفي نص الفيديو كده او خلاص كان الفيديو قرب يخلص، قلت هو يعني ايه قيم؟ قيم يعني ايه قيم؟ رحت على طول جوجل يعني ايه قيم، يعني مش حتى كتبت السؤال بطريقة، لا انا كتبت يعني ايه قيم. واكتشفت ان القيم دي حاجة انا كنت عارفاها بس معرفش ان المصطلح بتاعها اسمه قيم. فانا بدأت من حتة صغيرة خالص، انا بدأت من حتة ما تتخيلوهاش. فما تخافيش وتقولي هو انا يعني هسيرش على كذا، هو انا يعني ما تستخفيش من الحاجات اللي انت مش عارفاها. عادي، كلنا في حاجات احنا ما نعرفهاش. ما تستخفيش من الحاجات اللي انت مش عارفاها، وبعدين يعني ما تقوليش تتكسفي ان انت تدوري عليها، لان حبيبه قلبي انت قاعده لوحدك ماسكه موبايلك وبتسيرشي على حاجه. انت هل رحتي فضحتي الدنيا؟ ما رحتيش فضحتي الدنيا، انت ماسكه موبايلك خلاص. حد عارف انت بتسيرشي على ايه؟ محدش عارف. كل حاجه خليها بينك وبين نفسك. لو انت شخص بيتكسف، او لو انت شخص حاسه ان الناس هتشوفك اللي هو ايه ده انت مش عارفه الحاجه الفلانيه دي الناس كلها عارفاها، لا. خامس نقطة عايزة اقولها لك، وخامس نقطة دي بجد فادتني انا شخصيا. خليكي عارفة ان مفيش اوبشن. يعني ايه مفيش اوبشن يا راني؟ بالعكس احنا في عصر دلوقتي في اوبشن لكل حاجة. لا،
مفيش اوبشن. لما تحطي في موقف وتكوني انتي المفروض تتصرفي وانتي خايفة تتصرفي، او انتي قاعدة متصرفتيش لسه، خليكي عارفة ان مفيش اوبشن ان انتي ما تتصرفيش. يعني بصي، انتي بتحطي في الموقف، انا يا اتصرف واعمل 1 2 3، يا ما اتصرفش واسكت. فمفيش اوبشن ان انا ما اتصرفش. ده ما تحطيهوش اوبشن قصاد عقلك الباطن حتى. مفيش اوبشن ان انا ما اتصرفش. طيب انا مثلا شخص، انا سبت الشغل مثلا، سبت شغلي وقاعده دلوقتي في البيت، وقاعده متضايقه ومكتئبه وكل الكلام ده. ما عنديش اوبشن ان انا اقعد. انا ما عنديش اوبشن ان انا اقعد اتفرج على نفسي واتفرج على ايامي وحياتي وهي بتضيع مني. الاوبشن ده ما عنديش. هو اوبشن واحد، ان انا اقوم ادور على شغل تاني وانجح فيه، مش اقوم ادور على شغل تاني كده وخلاص. نو. وانجح فيه وابقى شاطره فيه واترقى فيه. اصل يعني انت مثلا تخيلي واحده فسخت الخطوبه، مثلا كانت مخطوبه وفسخت خطوبتها، قاعده في البيت في اوضتها وبس، ما بتعملش اي حاجه في حياتها. طب سوري يعني، وحياتك اللي راحه دي، حياتك اللي بتضيع يوم ورا يوم وانت قاعده في الاوضه، مين هيعيشها لك؟ انت متخيله ان هيجي الشاطر حسن على الحصان الابيض يقولك يلا بينا؟ نو. مش هيجي الحصان ولا هيجي الشاطر حسن. هتبقي بتضيعي حياتك وانت قاعده، وصدقيني محدش هيخاف على مصلحتك اكتر من نفسك. فكون ان انت ما عندكيش اوبشن هيحركك ويخليكي تقومي وتشوفي اللي وراكي وتذاكري مثلا للماجستير اللي انت عايزه تقدمي له بقالك كتير، تقومي تدوري شغل طالما انت عندك شغل، تقومي تشوفي التزاماتك واولوياتك وحياتك اللي انت مضيعاها وانت قاعده على السرير. اصلا انا ما عنديش طاقه، قومي بت. ايه اللي ما عنديش طاقه دي؟ والله العظيم بتعصبوني. رقم 6 مهم بصراحة بالنسبة لي. ممكن تطلعي من نظرية المؤامرة، لأن no one care بجد. محدش مهتم، محدش قاعد مراقبك، محدش قاعد بيحسدك على حياتك. اوكي في ناس كده، تجاهليهم وما تبصيلهمش، بس ما تبقاش كل حياتك اصلا حسدتني، اصلا دي بصلي في حياتي، اصلا دي مش عارفة ايه. محدش مهتم. فاجأتك صح؟ محدش مهتم خالص. ويا ريت تبطلي تكوني اخت طه حسين، اللي هي الاخت الشكايه البكايه دي. بطلي تكوني كده. ليه؟ هقولك. لان محدش حابب ان هو طول الوقت يسمع حد بيشتكي. محدش عنده الطاقه دي ولا الجهد ده. كلنا عندنا طاقه يا دوب قد كده هتكفينا احنا اليومنا، تكفينا احنا. يعني مثلا لو انت عندك واحده من صحابك طول الوقت بتشتكي، طول الوقت عندها هموم، عندها مشاكل، عندها مصايب، حتى لو هي جايه عايزه تاخد رايك، بس اوكي ده ليه حدود. يعني انا حياتي حضرتك فيها اللي مكفيها. مش قادره كل مره اشوفك سوا بنقعد مع بعض نص ساعه او ساعه ان انا اقعد كل مره اسمع مشاكل وهموم. ما عندكيش حاجه واحده في حياتك تفرحك؟ ما عندكيش حاجه واحده بس في حياتك يا ستي تهدي بالي بيها؟ بدل ما انت كده منكده عليا حياتي ليه؟ بس فبلاش انتي تكوني الشخص ده، لان صدقيني سواء انا او اي حد حواليا كلنا اجمعنا على ان لو حد عنده طاقة سلبية طول الوقت بينشرها للي حواليه، ده الشخص اللي بنبعد عنه. رقم 7، ودي بصراحة بقى اهم واحدة. انا عارفة ان انا كل مرة بقول لكم دي اهم واحدة، بس نو، النقطة دي اهم واحدة بالنسبة لي، وهي حاجة يمكن دي اهم حاجة في حياتي، وهي اليقين بالله. اول حاجة انا مش شخص متدين جدا لدرجة ان هو يتكلم في الدين، لا، ولا انا شيخة ولا انا افقه اي شيء في الدين. انا بس بقول لكم على حاجة مهمة بالنسبة لي في حياتي واتعلمت منها، وبسببها انا بقيت شخص تاني بصراحة. اليقين بالله او الايمان القوي بربنا ده حاجة هتريحكم طول حياتكم.
ليه؟ عايزه اقول لكم انا بدعي الدعوه وخلاص بسيبها. زي مثلا لما تيجي لحد قريب منك تقولي له انا عندي مشكله 1 2 3 ويقولك سيبيها انا هحلها لك، بتسيبيها. لو شخص انت بتثقي فيه قوي خلاص بتسيبيها. يعني انا لما اروح لجوزي اقول له انا عندي مشكله 1 2 3 لا 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 لا، يقول لي هحلها لك، خلاص جوزي هيحلها لي. انتوا فاهمين النقطه؟ مثلا انت عندك مشكله وباباكي بس اللي يقدر يحلها، تروحي له بابا انا عندي مشكله 1 2 3 اتصرف، يقول لك سيبيها انا هتصرف، بتعملي ايه؟ بترتاحي. نفس الفكره في يقينك بربنا. انا بدعي الدعوه بقول له يا رب انا نفسي في كذا كذا كذا، ومش بدعي مره، انا بلح فيها. يعني انا بدعي كتير 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 بالحاجه، اوكي؟ بس بقعد كل يوم اصحى هاي يا رب اتحققت ولا لسه؟ انا نسيت الموضوع ده قبل كده. بس لو ما جاتش يا رانيا، يعني انتي بتقولي لنا ادعوا الحاجه وانتوا عارفين ان ربنا هو الوحيد اللي يقدر يتصرف لكم فيها، وبتقولي لنا ادعوها وارموا الدعوه، او يعني ارموا الحمول اللي عليكم وخلاص وهي ربنا هيحققها لكم. طب افرض ما اتحققتش؟ هنا اليقين بالله. اليقين بالله مش ان انت تدعي دعوه وانت متاكد ان ربنا هيستجاب ليك، لا. الايمان القوي بربنا هي ان انت تدعي الدعوه والدعوه دي لو متحققتش او تحقق عكسها بتزعل، بس ما بتقعدش تقول ليه يا رب لا، بتزعل بس انت راضي. يعني يا رب انا راضيه بس زعلانه، يعني واخده على خاطري شويه. ليه ده اليقين بالله؟ لان انت لما مثلا الحاجه دي ما تحصلش او ما تتحققش، انت خلاص انا عارفه ان انت محققتليش اللي انا عايزاه، بس انا عارفه ان انت ليك حكمه في ده. انا عارفه ان الحاجه دي ممكن تكون مش مناسبه ليا، ممكن تكون الحاجه دي مش وقتها، فخلاص يا رب انا راضيه. اوكي، انا راضيه ان انت اخرت عني الحاجه دي، او راضيه ان انت مثلا ما عملتيش الحاجه اللي انا نفسي فيها او ما جبتليش الحاجه اللي انا نفسي فيها. بس انا عارفه ان انت يا ليك حكمه في كده، يا اما الحاجه دي مش مناسبه ليا، يا اما انت ناوي تعوضني بحاجه اكبر يعني قدام في وقت تاني. انتوا فاهمين النقطه ازاي؟ وبس اوعدكم ان انتوا لو عملتوا الحاجات دي خلال 30 يوم وركزتوا عليها جدا، مش كده خليتوها حاجات ثانويه او خليتوها في دماغكم خلاص، اوعدكم ان انتوا لو مشيتوا عليها بجد نفسيتكم هتتغير، حياتكم هتتغير، طاقتكم هتتغير. ف عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات كمان ايه الحاجات اللي انتوا بتحسوا ان هي بترجع لكم طاقتكم تاني وشغفكم تاني. يمكن تعلموني حاجة جديدة انا ما كنتش اعرفها ونفيد بعض. بس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وسوري لو الفيديو ده طول او ما طولش، ما اعرفش لان انا لسه هعمله editing. وبس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.